القضيه ديال اليوم قضيه مغربيه، والاحداث ديالها وقعوا في مدينه المحمديه. البطل ديال هذه القضيه هو عبد الله البيضاوي، الفنان ديالنا اللي كانوا المغاربه كاملين كيبغيوه وكيعتبروه رقم واحد في العيطه. ولكن بالليل وضحاها السيد تقتل، ولكن تقتل بطريقه غامضه. في هذه الحلقه هذه غادي نعرفوا الحقيقه كامله، بقوا معنا. ولكن قبل ما نبداو اشتركوا في القناه وديروا لايك للفيديو باش ديما يوصلكم الجديد. عبد الله البيضاوي تزاد في مدينه الدار البيضاء سنه 1949. من صغره هو كيعشق الغناء، وكان كيحماق على العيطه. كان من صغره هو كيغني ويسمع الاغاني القديمه بحال الشعبي والملحون والعيطه، وكان مولوع بالمغنيه الشعبيه خربوشه، وديما كيحفظ اغانيها. وهو صغير اكتشف فيه هوايه الغناء، وهنا بدا يميل للعيطه. وملي وصل 20 عام بدا كيقلب على شي فرقه باش يتدرب فيها. لقى واحد الفرقه صغيره ودخل معاهم، ومن تماك بدا كيكبر في ديك الفرقه، وبداو كيشدوا العراسات في مدينه الدار البيضاء. وهنا عبد الله ولا معروف بالحنجره الذهبيه ديالو اللي كتميل للخربوشه. وهنا سبع بيه شعيب البيضاوي اللي هو رمز من رموز العيطه المغربيه في ديك الوقيته، وقال لي واش بغيت تخدم معايا. وعبد الله جاتو الفرصه حتى لبين يديه، وبدا خدام مع شعيب البيضاوي وكيتعلم، وفي نفس الوقت كيديه لبلايص مشهورين مثلا بحال السهرات اللي كديرهم الدوله والمهرجانات، ولا كيتعرف على ناس، ولا كيسافر، ولا كيمشي لجميع المدن المغربيه. بقات الامور غادا مزيان حتى خرج عبد الله من الفرقه ديال شعيب البيضاوي، وهنا انضم لواحد الفرقه سميتها ماريشال قيبو اللي كانت حتى هي مشهوره كتنافس الفرقه ديال شعيب البيضاوي. ودخل مع هذه الفرقه وحتى هي عطى فيها، ولا كيدير سهرات خارج المغرب، ولا الصوت ديالو معروف. وهنا حس عبد الله انه ولا فنان كبير، ولا عنده معارف، ولات القيمه ديالو معروفه في المغرب. وهنا عبد الله اسس الفرقه ديالو واختار اللقب ديال البيضاوي نسبه لشعيب البيضاوي، حيت هو اول واحد علمو الحرفه. وفعلا دار الفرقه ديالو ولا يخدم في المغرب كامل، ولا كتغوت ليه وزاره الثقافه، ولا كيخدم في التلفازه، ولا السيد معروف في المغرب وخارج المغرب. عبد الله البيضاوي بدا خدام في اوروبا، وجاتو واحد الكونطرا في فرنسا، وبدا خدام في المقاهي والملاهي الليليه، واستقر تما وتزوج وولد وليداتو وعاشوا في فرنسا. ومره كيجي يزور المغرب وكيدير سهرات. وبعد ما كبروا ولادو عبد الله البيضاوي بغى يرجع للبلاد باش يرتاح، وفعلا رجع للمغرب هو والزوجه ديالو، وبقى ولادو في فرنسا. وجا استقر في مدينه المحمديه، ورجع كيخدم عاوتاني في السهرات وفي الاعراس وكذلك الملاهي الليليه. يعني بقى متبع الفن ديالو وما سخاش بيه، وما عمرو بعد على الفن رغم انه كانت عنده ثروه كبيره وما كانش محتاج الفلوس. مشات الامور بحال هكا سنه 2013، وبالضبط نهار 15 شتنبر كان نهار عادي بالنسبه للاسره ديال عبد الله. الزوجه ديالو كانت غادا عند البنت ديالها في مدينه الدار البيضاء، وكذلك عبد الله كانت عنده الخدمه في الليل. كل واحد مشى للبلاصه اللي غادي ليها. وفي العشيه ديال هذا النهار هذا عبد الله اتصل بالزوجه ديالو وهضر معاها وسولته على البروغرام ديالو. قال لها عندي الخدمه في واحد الملهى ليلي في مدينه الدار البيضاء، وملي غادي نسالي غادي نرجع للفيلا الناس عادي، ممكن شي حاجه مهمه. مشات هي كملات نهارها عند بنتها عادي، والغد لي غادا ترجع للفيلا ديالها. وملي غادا توصل غادا تحل الباب وغادا تدخل. اول حاجه غادي تتفاجئ بها هي ان عبد الله طايح جثه هامده قدامها، ما عرفاتش باش تبلات. بقات كتغوت كتحاول تفيق فيه، خصوصا انه ما كان عليه لا اثار ضرب لا دم حتى شي حاجه. وبقات كتغوت، بدات كدور في الدار، مشات للبيت الناس كتقلب واش مهزوزه شي حاجه. وبالفعل حلت البلاكار ديالها، كتلقى الذهب ديالها كامل ما كاينش، لقات حتى الفلوس مهزوزين. هنا عرفات ان القضيه ماشي عاديه، واتصلت بالشرطه وقالت لهم الزوج ديالي دخلت لقيتو طايح ما كيتحركش، ما عرفش شنو هو بيه. وقلب الدار ولقيت الذهب والفلوس مسروقين من الدار، ما عرفش شنو وقع في الدار ملي ما كنتش في البلاصه. الشرطه كيتوجهوا للفيلا وكيمشيو باش يبداو التحقيقات ديالهم. اول حاجه كيلاحظوها واللي قالها لهم الطبيب ان عبد الله واضحين عليه علامات الخنق، يعني عبد الله توفى مخنوق، شي واحد خنقو ولا قجو بشي حاجه. ثاني حاجه السرقه اللي اكتشفتها الزوجه وعطاتهم المبالغ الماليه اللي تسرقات وعطاتهم كلشي بالتدقيق. هزوا البصمات من الفيلا باش يعرفوا شكون كان تما، ما بانت لهم حتى شي حاجه قدروا يبداو بها، ومن غير انهم يسولوا المحيط ديال الفيلا واش شافوا شي واحد داخل ولا خارج من الدار. وبداو التحقيق ديالهم مع الجيران والعساس. الزوجه ديالو قالت لهم راه اتصل بيا البارح وقال لي انه غادي يخدم في واحد الملهى ليلي وغادي يرجع للدار، هذه هي اخر هضره ليا معاه. وبقاو كيسولوا حتى قال لهم العساس بلي عبد الله رجع مع 3 ديال الليل، جا في واحد الطاكسي كبير هو واحد الراجل اللي مازال شاب صغير. دخلوا للفيلا بقاو واحد المده ديال 3 سوايع، ومن بعد من هذاك الراجل غادي يخرج وغادي يمشي بوحدو في الطوموبيله ديال عبد الله. وهنا ولا عندهم واحد المشتبه به اللي مجهول، ما عرفوش شكون هو، وبغاو ياكدوا هذه المعلومات اكثر، فانتقلوا للملهى الليلي اللي كاين في مدينه الدار البيضاء باش يسولوا واش حضر داك النهار
وكيفاش كانت الاجواء ديك الليله. وبالفعل غادي نهضروا مع المسؤول ديال هذاك الملهى اللي غادي ياكد لهم بان عبد الله ديك الليله جا وغنى في الملهى ودوزها عادي كيف ما موالف، وخرج مشى في واحد الطاكسي كبير. هنا كيسولوه واش كان معاه شي حد، كيقول لهم اييه كان معاه الشيفور ديالو اللي كيكون معاه ديما. وهنا المحققين بداو كيتوضحوا لهم الامور، بداو كيتعرفوا على الراجل اللي كان مع عبد الله في الفيلا ديك الليله، وسولوا الزوجه ديالو على السبب اللي خلى عبد الله يمشي في الطاكسي. المؤلف يدير هذه القضيه مره كيمشي بلا طوموبيل وكيعيط على طاكسي ديه. اول حاجه كيديروها كيتواصلوا مع العائله ديال عبد الله باش ياخذوا معلومات اكثر على الشيفور. ملي كيسولوا العائله ديالو كيقولوا لهم اييه عنده واحد السائق اللي الاسم ديالو صلاح الدين، في العمر ديالو 35 عام، مده هذه هو خدام معاه، كيديه كيجيبو فيما كيحتاجو كيكون معاه. وملي كيقولوا ليهم واش كتعرفوا فين ساكن ولا فين كيكون، قالوا ما كنعرفوا عليه حتى شي معلومات. هنا المحققين بداو كيقلبوا شكون هذا الراجل المجهول اللي ما كيعرفوا حتى شي واحد من غير عبد الله، وبداو المحققين يسولوا ويتواصلوا مع اي واحد عنده علاقه مع عبد الله، من الاصدقاء ديالو، الناس اللي خدام معاهم، يكون شي واحد كيعرف الهويه ديال هذا الشيفور. ولكن والو، حتى شي حد ما كيعرف عليه شي معلومه. وهنا المحققين بقاو خدامين تحت واحد الضغط اللي كبير كان كيمارسوا عليهم الاعلام والراي العام، لان كيف ما كتعرفوا عبد الله كان واحد الفنان اللي مشهور وكانوا عنده بزاف ديال المعجبين، والقضيه ديالو تعرفات بزاف واهتم بها الاعلام والصحافه، وكل واحد شنو كيقول في هذه الجريمه هذه. وبعد 5 ايام وصلهم واحد الاتصال من عند واحد الذهيبي في مدينه مراكش، واللي كيقول لهم باللي واحد البنت جات عندي وباعت لي واحد المجوهرات بثمن اللي ناقص بزاف، وما كانوا عندها الاوراق ديالهم لا والو، وكان باين عليها التوتر، وانا شكيت واتصلت بكم باش تشوفوا هذا الشيء. وملي كيعاينوا هذوك المجوهرات كيكتشفوا انه الذهب ديال الزوجه ديالو. وهنا ولا عندهم جوج مشتبه فيهم، البنت والشيفور، اللي عندهم المواصفات ديالهم والشكل ديالهم. وفي نفس النهار وبالضبط في العشيه واحد الدوريه ديال الشرطه وقفات واحد جوج ديال الاشخاص اللي عندهم نفس المواصفات اللي كيقلبوا عليهم المحققين اللي هما بنت وولد. غادي نمشيو ويجيبوهم وغادي نتاكدوا باللي داك الشخص اللي لقاو عليه القبض هو صلاح الدين والصديقه ديالو اللي مشات باع الذهب في مدينه مراكش. وفي هذا الاثناء كتخرج الاخت ديال صلاح الدين الاعلام وكتقول لهم باللي الاخ ديالي كان خدام عند عبد الله البيضاوي كسائق، كيديه وكيجيبو. وفي هذه الليله هذه عبد الله كان سكران بزاف وداه وصلوا حتى للدار. وملي وصلوا للدار حاول يتحرش به، صلاح الدين ما تقبلش هذا الشيء وتعصب، ووصلت به الامور انه يخنقو ومات بين يديه. وهنا هذه الاخبار هذه غتنتشر في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا التحقيقات مازال خدامه مع المتهمين كيحاولوا يعرفوا منهم التفاصيل ديال هذه الجريمه. صلاح الدين حتى هنا مازال كيقول انه دافع على راسه، لانه حاول عبد الله يتحرش به وبغى يدير معايا شي حاجه بزز، انا دفاعا عن النفس خنقته وقجيته وتوفى. وهنا كيواجهوا كيقولوا لي ملي هذا الشيء بصح علاش ما بلغتيش الشرطه وعلاش سرقتي؟ وفي الاخير كيتبين انه الدافع ديال هذه الجريمه هو الطمع. صلاح الدين استغل الفرصه انه كاين غير هو وياه في الدار وتهجم عليه وقتلو وجمع داكشي كامل اللي كاين في الدار من فلوس وذهب، ومشى عند الصديقه ديالو وسافر لمدينه مراكش وباعوا الذهب وبقاو مكملين حياتهم حتى لقاو عليهم القبض. التهم كانت ثابته عليهم، والتهم اللي وجهوا لهم القتل العمد، تكوين عصابه، والسرقه الموصوفه. حكموا على صلاح الدين بالمؤبد، اما بالنسبه للصديقه ديالو حكموا عليها ب2 هي حاليا دوزات 2 وخرجات وعايشه حياتها عادي، وهو مازال في السجن كيدوز في المده ديالو. كانت هذه هي التفاصيل كامله ديال القضيه ديال الفنان عبد الله البيضاوي. كنتمنى اي واحد شاف هذا الفيديو يدير ابوني ولايك.